بلجيكا ومن الأسماء التي تعتبر مناسبة. الكرة تمرر البينية لكن تترك بعد ذلك لأمريكا اللاتينية مع البرازيل، بينما الكرة للصادق العرضية، لكن كفاءات العالية في إدارة مباريات منتخبي الشباب بكل تأكيد. فكل التوفيق لمحمد وهبي، الرجل الذي صنع الفرحة والرجل الذي أسعدنا بهذه. جسيم بعد ذلك تكتلوا على جسيم، حاصروا جسيم في نهاية الأمر. الحكم الأوروغواياني يشير إلى خطأ. نعم 7 دقائق. قلت بأن المنتخب المغربي واجه كل المدارس أمريكا، نعم، من مدرسة نادي موناكو ومن مركز نادي لونس، خاصة نادي موناكو. عندهم ميسام بن عمار، نبي أوتو، عنده فؤاد الزواني يلعب الكرة طويلة. الفكرة ممتازة ولكن كانت قوية بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. البحث يا الريال وهدفان. كرة عادت مرة أخرى يانيس بن شاب للأمام. الصادق عندك الآن السابيري حاول برب ممتاز. دور حسام الصادق ننتظر اليوم بعمله الكبير. ممتازة، يلا يا السابيري الآن يدخل الأسرع. السابيري من المدافع في نهاية المطاف. الأسبقية الموضوع الجيد والإنهاء. هذه الكرة طه يرفعها بعد في آخر لحظة لحسن الحظ. لا زالت مغربية. السابيري يحاول ضغط رهيب في هذه مباشرة البينية الأمامية. هيا بشكل ممتاز. يلا يا عثمان، ادخل يا عثمان، شوت يا عثمان. برافو 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 برافو. هذه الكرات التي ينتظرها عثمان معما. الاستلام رائع. شوف الدوران، شوف المهارة، شوف المرور، شوف محاولة المرور، التسديدة بعد ذلك. روعة يانيس، السوبر يانيس، السوبرمان يانيس، يطير هنا ويتصدى لكرة، يحلق عاليا يانيس بن الشواش في تصدي خرافي، في تصدي بطولي، يحرم الفرنسي من هدف محقق. يا لروعة التصدي، تصدي من المستوى العالي. الآن فرنسي على القائمة الثاني الراسية، بل هنا في خطأ. نعم، الخطأ يأتي في هذه اللحظات، الخطأ يأتي في هذه اللحظات. الله عليه. هذه الكرة عثمان معما، عثمان يلعبها بسرعة هناك لكن بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. كان بطولة كبيرة جدا. علي معمر اللي يغيب بسبب اسماعيل يرجع. يانيس بن شاوش حتى الآن أخطأ في منتصف الملعب. تمشي مرة أخرى، فيها خطأ أم لا؟ فيها خطأ. نعم، الدفع كان موجود في الكرة الماضية عن طريق نعيم بايار. هذه الإعادة مرة أخرى. اللقطة الماضية الدفع من نعيم بايار. بدأنا بانتصار كبير أمام إسبانيا. هذه الكرة فرنسية والصافرة تأتي لتنصف الدفاع المغربي في هذه اللحظات. فؤاد الزواني اللي كان واحد من المسجلين في المباراة الماضية. هذه الإعادة مرة أخرى. ميسام وبون وكذلك ميشال. هذه الكرة للأمام تنبحث عليها كثيرا. جسيم راوغ، جسيم عبر، مرر كرة في صراع مع بيوكو، واصل على جهته اليمنى العرضية والإبعاد ناجم. هذا واحد من أخطر اللاعبين في المنتخبية الفرنسي، فيها مراوغة لكن عدم ترك المساحات وعدم ترك الحلول للمنتخبية العالية. هذه الكرة ناحية تلعب عثمان معما. عثمان يحاول المرور، فيها خطأ أم لا؟ طالب بوجود خطأ لكن الحكم الأوروغواياني اكتفى فقط بالإعلان عن ضربة مرمى. هذه الإعادة مرة الفرنسي تمشي لتوري. يتقدم، يرفع الكرة. روعة ياسر قوية بعض الشيء. نعم قوية لكن تبادل جميل جدا في وسط الميدان، وهذا يأكد لك الإمكانيات الرهيبة لبطولة العالم. نعم بطولة العالم للشباب. جسيم يراقب، جسيم يتابع، جسيم هنا مع بيوكو. برافو. التغطية والركنية الثانية للمنتخب الفرنسي. حاول فيه لعب بيوكو لكن فيه فؤاد الزواني. هذه الكرة مرفوعة في القائمة الثانية الرأسية، والتغطية بعد ذلك. التغطية حاضرة قبل أن يأتي الدور على يانيس بن الشاوش. عموما الكرات الثابتة. زواني في مسك نعم، مسك حاضر من جانب اللاعب توري، واعتقد هذه فيها بطاقة صفراء. المنطق اخراج الجزاء. ياسين خليفي، يلا ياسين يرفع مقوصة بعد ذلك لمس حارس المرمى. نعم لمس حارس المرمى.
حظه أن الكرة لم تكن مؤطرة وإلا لكان في الشباك. هذه الإعادة مرة أخرى، هذه الإعادة مرة أخرى في اللقطة الماضية. الآن في كرات راسية ممكن، لا زالت مغربية. نعم ستترك إلى الكورنر. نعم ركنية أخرى، ركنية ترك معمة إلى الركنية الآن بعد التصدي من زيدان المدافع الأوسط. هذه الآن تلعب هنا بقدم جسيم برا، حصل داخل منطقة الجزاء لأن هناك طلب. تعال المنادات. نعم في لقطة ربما سنشاهدها، لقطة ربما سنرصدها، لم تحضر في المباشر. المغرب الآن ورفع البطاقة الخضراء، المغرب ورفع، واضح في حق اللاعب باعوف. إذن هذه أول ركلة جزاء تحتسب للمنتخب المغربي في هذه البطولة. أول ركلة جزاء بعد ما عانينا من ركلات الجزاء لأنه احتسب هنا في مونديال الشيلي، هنا في السيمي فاينل أمام فرنسا، في كرة الهدف الأول أمام أولميتا ياسر السابري. إذن السابري يتقدم. نعم الشباك تهتز، قدم السابري من ركلة جزاء تمنح التقدم للنخبة المغربية بعد مجهودات منذ بداية المباراة. هنا الإنصاف يأتي بالإعلان عن ركلة جزاء، ومع الركلة يأتي الجديد، ومع الركلة تهتز الشباك، ومع الركلة نعم يتواصل هذا الحلم، حلم البحث عن المجد. وقلت بأن الوجود هنا في كأس العالم لم يعد استثناء، بل أصبحت قاعدة مع هذا الجيل، جيل الشباب اللي يرفع الرأس، جيل اللي يعتبر مصدر الفخر. هنا انبرلا ياسر السابري. إذن يانيس بن شاوش للتذكير في حراسة المرمى: طه مجني، اسماعيل باعوف، اسماعيل بختي، فؤاد الزهواني، حسام الصادق، نعيم بيار، ياسين خليفي، عثمان معمة، ياسر السابري، إضافة إلى الفنان ياسين جسيم. إذن ينطلق شوط المباراة الثاني بتغييرين حصل في تشكيلة المنتخب الفرنسي. هناك دابو إضافة إلى اسم تعودنا عليه في تشكيلة المنتخب الفرنسي، يتعلق الأمر بدابو. بعد ذلك مصطفى دابو يرفع الكرة، متقدم بعد الشيء إلى الوسط، بلوك ميديوم وبلوك با، دفاع متأخر ودفاع هنا متقدم بعد الشيء، متوازن أمام الهجمات الفرنسية. منتخب فرنسا معمة داخل منطقة جزاء، معمة العرضية نعم. معمة في المساحات يكون مهم جدا. معمة في اللمسة والحضور بهذه الكيفية، التمريرة، التعطية من طه مجني، زالت التسديدة ويانيس. بن الشاوشي يتألق من جديد، بن الشاوشي بعد الخطورة مرة أخرى. أول كرة فرنسية في هذا الشوط، التسديد يانيس، ودائما نقول حذاري من الجهة اليسرى. طه مجني أن يرجع، واضح تعليمات المدرب عثمان ويساند، والكرة تمر، والكرة الآن دابو الآن يحاول يرفع كرة مايسام على القائمة الثانية. ولا في مباراة كوريا أيضا الآن دخل أخذ دقائق لمايسام. دابو يدخل المنطقة، دابو التعادل يأتي عن طريق اللاعب ميشال. التعادل يأتي عن طريق اللاعب ميشال بعد مجهود كبير قام به دابو في الجهة اليمنى، مجهود كبير قام به دابو في الجهة اليمنى. هو من صنع، هو من مرر الكرة ناحية اللاعب ميشال أمامنا على الصورة في ظل غياب بوابري، لكن ميشال تواجد. هذه الإعادة مرة أخرى، التمريرة بهذه الكيفية، توري ماس الكرة داخل منطقة الجزاء، ياسر فيها خطأ، كان يصفر خطأ ياسر. هدوءك يا ياسر، لا نريد بطاقات يا ياسر، ارجع يا ياسر، ارجع يا ياسر، لا يا ياسر، لا نريد بطاقات مجانية. أداري من أخذ كرة مغربية الآن، التسديدة من الرفعة الآن، ولكن صوت عثمان. يلا يا عثمان، يلا يا عثمان، واحد على واحد يا عثمان، يروح عثمان يسدد. أولميتا يتصدى، أولميتا نعم يحرم المنتخب المغربي من هدف ثاني. لا زالت هنا الهجمة متواصلة. كم كانت جميلة اللقطة الماضية. فرنسية الآن على جهتها اليسرى، مجني يقطعها، مجني. إذن في هذه اللحظات فعلا الحكم الأوروغواياني يعلن على نهاية